السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ الدفعة الجديدة اللي هتنورنا في الكلية. أول حاجة برحب بيكم وألف مليون مبروك الكلية. تاني حاجة، سواء كنت من بني سويف أو من محافظة تانية، لأن احنا أغلبنا في الكلية دي مغترب، فعايزة أقول لكم برضو مبروك. وصدقوني المكان ده اللي ربنا اختاره ليكم هو الخير، وده نصيبكم، ارضوا بيه. وبإذن الله مع الوقت هتاخدوا على الجو وهتتأقلموا مع المكان ومع الكلية. ولازم تكونوا داخلين متأكدين ان ده نصيبك وان ده رزقك اللي ربنا كاتبهولك، فلازم ترضى بيه عشان ربنا يكرمك. اعرفكم بنفسي، انا زميلتكم دعاء الافندي بالفرقه الثانيه طب بشري بني سويف. انا مغتربه من الغربيه، كنت مكانكم كده السنه اللي فاتت وكنت متوتره وعندي اسئله كتير قوي في دماغي، وهل الكليه سهله ولا صعبه؟ طب ايه نظام الكليه؟ وما كنتش فاهمه اي حاجه. بس عايزه اطمنكم ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح لكم نظام الكليه بالتفصيل ده. كمان عندنا اتحاد الكليه عمل لكم جروب على الفيسبوك، لو انت ما انضمتش ليه الى الان انضم ليه. تمام، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن عشان اللي لسه ما انضمش ينضم، يبعت بطاقه ترشيح لاي حد من الادمنز عشان يقبلوه. بدأنا نكلمكم كمان في الجروب عن المديولات والنظام عندنا في السنه وكمان المواد وكل حاجه. وفي الفيديو ده كمان هنتكلم تاني عن نظام الكليه، وبإذن الله هقدر أجاوب على كل أسئلتكم. أول حاجة، احنا عندنا في الكلية كانوا زمان بياخدوا نظام مواد عادي وبيمتحنوا مادة بمادة، لكن بقالنا كام سنة بقى في نظام جديد وهو نظام المديولات. يعني ايه مديولات؟ أنا عارفة إن الموضوع هيكون صعب عليكم في الأول إنكم تفهموه، لكن أنا هحاول أبسطه بأبسط طريقة يعني عشان تفهموا الموضوع. وصدقوني هو مع الوقت هتلاقوا الموضوع خلاص يعني الدنيا سهلة بالنسبة لكم وفاهمين النظام. قبل ما اتكلم عن المديولات تعالوا الاول نتكلم عن المواد. المواد عندنا في سنه اولى هم 8 مواد اساسيه: بايوكيمستري، اناتومي، فيسيولوجي، هيستولوجي، والفارماكولوجي والباثولوجي والميكروبيولوجي وكمان الباراسيتولوجي. دول الثمان مواد اساسيه. ده غير ان عندنا كمان حاجه اسمها مواد طوليه، دي هنعرضها في الفيديو. بس تعالوا الاول نتكلم عن كل ماده بتتكلم عن ايه عشان تكونوا فاهمين الموضوع. طبعا انا عارفه ان الوقت اللي هو ايه المواد الكتيره دي وانا مش فاهم حاجه وبتاع، بس صدقني يعني الموضوع بس في الاول بس بيكون صعب، بس مع الوقت هتلاقي الدنيا سهله خالص، ما تقلقش. وانا برضو كنت في اول السنه كنت عماله بحفظ اسامي المواد نفسها، والله قعدت اجيب ورقه كده واكتب كل اسم ماده واكتب معناها بالعربي وقعدت احفظهم، وخليت زميلتي في السكن تسمعهم لي. بجد انا كل ما افتكر الايام دي اقعد اضحك يعني. تعالوا نتكلم بقى عن كل ماده معناها ايه. اول حاجه بايوكيمستري. بايوكيمستري بندرس فيها التفاعلات الكيميائيه، هي من اسمها. تمام، يعني في البايوكيمستري بندرس مثلا تركيب الجزيئات اللي في الجسم نفسها، يعني مثلا الكربوهيدرات، البروتين، الليبيد، وهكذا. تمام. مادة الهيستولوجي بندرس فيها الأنسجة والخلايا، تركيب الخلية ايه، طب النواة شكلها عامل ازاي، بندرس أشكالها وبيكون فيها صور كتير. وهي مادة يعني محتاجة حفظ شوية، بس بجد كل مادة من دول بتحس فيها يعني بحكمة ربنا في خلق كل حاجة، وإن كل حاجة ليها وظيفة معينة وليها شكل معين عشان تأدي بيه وظيفة معينة. يعني لو كان شكلها مثلا حاجة تانية ما كانتش تقدر انها تعمل الوظيفة دي بالمنظر ده. فاهمين؟ ومادة الفسيولوجي فدي معناها علم وظائف الأعضاء. دي احنا بندرس فيها ازاي مثلا الخلية العضلية بتنقبض ازاي، يعني كيفية عمل الحاجة دي. مادة الاناتومي هو علم التشريح. تشريح بقى يعني مثلا انا باخد مثلا عضو معين في الجسم، اعرف مكانه ايه، طب هو يعني شكله عامل ازاي بالظبط، مايل يمين، مش عارفه رايح شمال. طب مثلا العضلات اللي هناخدها، طب هي طالعه منين، رايحه فين، طب ايه الحاجه اللي بتغذيها، مش عارفه. يعني احنا بناخد اماكن كل حاجه بالظبط في الجسم. ده عندنا بقى الفارماكولوجي من اسمها، ده علم الادويه، بندرس فيه بقى ادويه كتيره وتصنيفاتها وهكذا. بعدها مادة الميكروبيولوجي. الميكروبيولوجي يعني بدرس فيها البكتيريا. هتقولي طبعا ايه علاقة البكتيريا بالطب؟ لا طبعا، ما هو في بكتيريا بتسبب امراض، فبالتالي احنا بناخد بقى البكتيريا دي بتسبب مرض كذا، هل نقدر نعالجها بالدواء الفلاني وهكذا. ده علم الميكروبيولوجي. عندنا الباراسيتولوجي بقى بنتكلم فيها عن الطفيليات اللي هي الديدان، بنتكلم عن كل دودة شكلها عامل ازاي، طب ايه يعني بنتكلم بقى عن الميديكال امبورتنس بتاعتها، اللي هو يعني ايه علاقتها بالطب، طب بتسبب مرض ايه وهكذا. فكل ده هتعرفوه بالتفصيل، احنا بس بندي فيو سريع كده عن كل ماده. وماده الباثولوجي بقى، فالماده دي هي علم الامراض. وطبعا هي ماده رغم يعني
تفاصيلها كتيرة إلا إنها ممتعة جدا، لأن بتكلمك عن المرض وهكذا. وطبعا في سنة أولى هيبقى عندنا جنرال باثولوجي، يعني هيكون لسه بقى ما كلمناش عن جهاز معين مثلا الأمراض اللي فيه أو كده، لا احنا بنتكلم بشكل عام. الانفلاميشن مثلا ازاي بيحصل التهاب، الانفكشن، العدوى، الحاجات اللي هي ايه العامة دي، لحد ما نوصل للتيومر بقى اللي هو الأورام وهكذا. بس كده ده بالنسبة للمواد. بعد كده تعالوا بقى نتكلم عن المديولات. وانا اتكلمت عن المواد في الاول عشان لما اجي اشرح لكم يعني ايه مديول تكونوا فاهمين كل حاجه. تعالوا بقى نتكلم عن المديولات. وطبعا انا اتكلمت عن المواد في الاول عشان لما اجي اتكلم عن المديولات يكون الموضوع سهل بالنسبه لكم. يعني ايه مديول؟ يعني انا بدرس موضوع معين بوجهه نظر كذا ماده. يعني هو مديول يعني وحده دراسيه. يعني مثلا انا هخليها بمثال عندنا، يعني مديول عندنا هو مديول ماسكولو سكيليتال 1، ده تاني مديول هتاخدوه في السنه، وده هيكلمنا عن الابر ليم. ابر ليم يعني الطرف العلوي، تمام. انا مش قصدي اقول والله حاجه، بس فعلا انا كنت برضو وقتها ما كنتش عارفه ان ابر ليم. انا كنت كاتباها، انا والله انا ببص الورقه كنت كاتباها، كنت كاتبه ابر ليم جنبها الطرف العلوي. يعني شايفين لدرجه ايه؟ فده عادي يعني اول السنه خالص. هنتكلم بقى بوجهه نظر كذا ماده. بمعنى المديول ده عباره عن كذا ماده. مثلا مديول ماسكولو سكيليتال ده 4 مواد: اناتومي، بايوكيمستري، فيسيولوجي، وهيستولوجي. في الاناتومي هو علم التشريح زي ما شرحت لكم. فانا في علم التشريح ده انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن العضلات اللي في الابر ليمب كلها. يعني ايه؟ يعني مثلا البايسبس ماسل، انا هتكلم عن الاوريجين بتاعها، هي طالعه منين، طب الانسيرشن هي رايحه فين، طب النيرف اللي بيغذيها ايه، طب الاكشن بتاعها بتعمل ايه، وهكذا. تمام. فانا هتكلم عن كل عضله بقى في الطرف العلوي كله ده، هتكلم عن كل عضله جايه منين، رايحه فين، مكانها بالظبط في الجسم، وبتعمل ايه. تمام. وكمان هنتكلم عن النيرفات بقى، وهنتكلم مثلا عن المفصل بيعمل ايه وهكذا، وكل حاجه من ده، والعظم برضو. تمام. ده بالنسبه للاناتومي، هو علم التشريح زي ما قلنا من معناها، فانا فهمت هو هيكلمنا عن ايه. طب بقى في ماده الفسيولوجي هتكلم عن ايه؟ والله الفسيولوجي هو علم وظائف الاعضاء. يعني مثلا انا هتكلم ان المصل دي يعني كيفيه حدوث الانقباض اصلا. يعني هو الانقباض ده بيحصل ازاي، واحنا اصلا خدنا اغلبها في ثانويه عامه. يعني حوار بقى القطع العضليه والكلام ده كله هناخده في المديول ده في ماده الفسيولوجي. تمام. وماده الفسيولوجي صراحه انا يعني بحبها جدا، لان هي بتبقى فهم كده اكتر ما هي حفظ. يعني بحس ان هي لذيذه كده في شرحها. بعد كده ماده الهيستولوجي. ماده الهيستولوجي مثلا انا هاخد فيها مثلا محاضره عن المسلز. يعني مثلا انا هتكلم عن الخليه العضليه نفسها تتكون من ايه، شكلها عامل ازاي، وهكذا. ما احنا هيستولوجي معناها ايه؟ معناها اللي هو تركيب الخلايا او تركيب الانسجه. تمام. فانا بتكلم عن النقطه دي. وبعدها برضو بايوكيمستري. يبقى انا كده فهمت ان المديول عباره عن مواد، كل ماده بقى بتتكلم بوجهه نظرها هي او بمعناها هي عن المديول ده. تمام كده. طبعا كان نظام الكليات زمان كانوا بيمتحنوا ماده بماده، لكن دلوقتي احنا بنمتحن نظام مديولات. يعني ايه؟ عندي 5 مديولات في سنه اولى، مديولين في الترم الاولاني و3 مديولات في الترم الثاني. المديولين في الترم الاولاني انترو 1 اللي هو الانترودكتوري يعني، وماسكولو سكيليتال 1. الثلاث مديولات في الترم الثاني عندي انترو 2، وعندي ماسكولو سكيليتال 2، وده اللي هندرس فيه اللور ليمب بقى، وكمان مديول الهيم. طيب كل مديول بيتكون من كام ماده؟ انا عندي في المديول يعني كل المديولات 4 مواد، اللي هم في الترم الاولاني هيبقوا اناتومي وبايو وهيستو وفيسيو. الترم الثاني عندكم 3 مديولات. المديولين الاولانيين كل مديول منهم 4 مواد، هتبداوا بقى فيهم الفارما والباسو والبارا والمايكرو، مواد الجديده دي. تمام. والمديول الاخير اللي هو الهيم ده بس اللي هيبقى عندكم 7 مواد. طيب انا بمتحن على المديول ده ازاي؟ او خلينا الاول نتكلم عن وقته قد ايه. والله المديول بيكون في خلال مثلا 5 اسابيع 6 اسابيع، يعني بيختلف من مديول للتاني. تمام. بس تكون اهم حاجه مركز مع الجدول اللي نازل معاك، وعارف انت بتاخد ايه عشان تقدر انك تنظم وقتك، وما تلاقيش ان المديول خلاص قرب يخلص وانت لسه في الاول. تمام. بعد كده نتكلم عن انا بمتحن على المديول ازاي. بما ان هو مديول يعني مواد كتير على بعض، فانا اكيد الورقه اللي همتحنها هتكون مواد على بعضها. كل مديول عندنا ليه 3 امتحانات: end، فاينل، براكتيكال او عملي يعني. تعالوا نتكلم عن نسبة كل امتحان. الاند هو 25% من درجات المديول، الفاينل 40% من درجات المديول، والبراكتيكال هو 30% من درجات المديول. ايه الفرق بين الاند والفاينل؟ الاند الامتحان بيكون كله ام سي كيو او اختياري يعني، تمام. انما الفاينل بيكون ام سي كيو وريتن. الريتن بيكون بنسبة تقريبا 40% من امتحان الفاينل يعني. تمام.
والبراكتيكال بقى بيكون امتحان استشانات بقى عادي، ممكن تكون written، في مثلا فيها اسئله اختار على حسب يعني الماده وهكذا. وامتحان الاناتومي بيكون في المشرحه. فطبعا هنكلمكم عن كل ده يعني باذن الله بالتفصيل وقتها، واحنا يعني اكيد معاكم في الجروب وهنساعدكم بكل اللي انتوا عايزينه. كده هيتفضل لنا 5% من المديول، ودي حاجه اسمها بورتفوليو. البورتفوليو ده يعني زي ملف كده ان شاء الله، يعني ما ياخدش منك وقت. ملف كده بيبقى فيه بقى التعريف عنك، وعن مش عارف تكتب بقى فيه الرقم القومي وكل حاجه. هما طبعا وقتها بيقول لكم التفاصيل اللي بتكتبوها في البورتفوليو ده، وبعدها بتكتب الاكتيفيتيز بقى، بتحط الاكتيفيتيز كلها اللي انت عملتها في المديول ده، سواء بقى التسليمات اللي عملناها او لو في انسيشن مثلا في الاخر وهكذا. وده البورتفوليو بيتعمل على كل مديول طبعا، لكن بيتسلم كل اخر ترم. طيب انا بمتحن امتى؟ والله الاند معناه ايه؟ عشان بس احنا مش عندنا حاجه اسمها ميد ترم، هو اسمه اند اوف مديول، يعني نهايه المديول، بعد ما اخلص المديول. يعني مثلا خلينا نتكلم على الترم الاولاني بس. انا عندي مثلا مديولين في الترم الاولاني، بعد ما اخلص المديول الاول المفروض اني امتحن الاند بتاعه، بس هو غالبا بيتاجل بس بتاع المديول الاولاني ده. تمام. نيجي مثلا على المديول الثاني، بخلص بقى المديول واقوم امتحن الاند بتاعه، وبعدها في امتحانات الترم بقى بمتحن بقى الفاينل بتاع ده والفاينل بتاع التاني، وامتحن العملي بتاع الاولاني والعملي بتاع التاني. ده المفروض كان نظامنا السنه اللي فاتت. تمام. لكن النظام السنه دي بيقولوا ان هو اتغير يعني، وحتى برضو عندنا في سنه تانية ان العملي ممكن نمتحنه مع الاند، اللي هو بعد ما نخلص المديول على طول نمتحن الاند والعملي. وانا شايفاه ان هو لو اتطبق هيكون جميل جدا يعني، سواء لينا او ليكم، عشان ما نزقش نفسنا في الاخر في العملي والفاينل وكل حاجه ونلاقي الدنيا كلها بقت ضغط. وخاصه ان احنا يعني غالبا او اغلبنا بنذاكر العملي في الاخر، فدي حاجه كويسه عشان تخلينا ان احنا نضغط نفسنا ونذاكر العملي اول باول، بحيث ان احنا نخلص منه في الاول وبعدها يتفضل لنا بس في الاخر الفاينل بتاعنا. فانا اتمنى فعلا النظام ده يتطبق السنه دي فعلا زي ما هم كاتبين في الخطه بتاعتنا، سواء لينا او ليكم. وصراحه انا اؤيد جدا يعني الفكره دي، لان العملي بحس ان هو اكتر حاجه مضمونه اصلا في الامتحانات يعني، وبحس ان هو بيلم درجات. عشان كده انا بفضل ان احنا ناخده في الاول. وبس كده. الترم التاني بقى هيبقى عندك برضو 3 مديولات نفس النظام، كل ما بتخلص مديول تمتحن الاند بتاعه، وبعدها تيجي في اخر السنه تمتحن بقى ايه زي ما قلت الفاينالات كلها. والعملي اتمنى يكون بعد كل مديول فعلا، مش كله يبقى اخر السنه زينا السنه اللي فاتت. وبس كده، ده نظام المديولات خلال السنه. هنبدا بقى اكلمكم عن المواد الطوليه. احنا عندنا في سنه اولى عندنا مديولات، 5 مديولات ومواد طوليه. يعني ايه ماده طوليه؟ يعني الماده دي انا بدرسها، هي مش تبع مديول معين، هي ممكن تكون مثلا تبع مديولين، يعني بندرسها مثلا خلال مديولين، او ممكن تكون بتدرسها خلال السنه كلها، او خلال مثلا وهكذا. يعني مش بتكون ماده تبع مديول معين. تمام. زي مثلا عندك في الترم الاولاني هيبقى عندك مادتين، ترمينولوجي وميتابوليزم، وبرده في الماني، بس الالماني ده ماده مش بتضاف. تمام. فانا هيبقى عندي ميتابوليزم وترمينولوجي. الترمينولوجي ده اللي هو المصطلحات الطبيه، هتبدا بقى انت تدرس فيها، طبعا تاخدها من الاول خالص، يمكن دي تكون اصلا اول محاضره تدخلها في الكليه. هتتكلم بقى عن المصطلحات الطبيه عامه والبريفكس والسافكس والكلام ده، عشان تسهل عليك الدنيا في الاول. ده ترمينولوجي طبعا بقى لها امتحان في اخر الترم. وطبعا المواد الطوليه بتكون درجاتها اقل من المديولات اكيد، ده هي ماده واحده بس اللي بتمتحنها فاينل. تمام. مش كلها بيكون يعني، في مواد بتكون فاينل بس، وفي مواد تانية بيكون لا ليها امتحان اند وعملي وفاينل، زي مثلا ماده الامبريولوجي، وده علم الاجنه هتدرسوها في اخر الترم الثاني. ده بالنسبه للترم الاول. في الترم الثاني بقى عندنا مواد طوليه زي مثلا communication skills والاي بي اي، وكمان الامبريولوجي والموليكولار. والمواد الطوليه طبعا لازم ان احنا نهتم بيها، لان انا شايفه ان هي برضو بتلم درجات معانا عشان ترفع تقديرنا. بس كده اتكلمنا عن المديولات وعن المواد بالتفصيل، واتمنى باذن الله تكونوا قدرتوا تستفادوا من الفيديو. عاوزاكم بس تعرفوا حاجه، ان الكليه اكيد يعني سنه اولى في اي كليه اكيد بتكون صعبه، هي بتختلف من كليه ايوه ومن نظام للتاني، بس صدقوني الكليه تستاهل. وفعلا ايوه الكليه تستاهل التعب يعني. اكيد انتوا داخلين هنا عشان ده كان حلمكم، ولا كان استخسار مجموع ولا ايه؟ يعني اكتبوا لي في الكومنتات بقى انتوا داخلين الكليه ايه، لان انا يعني طالما الكليه انتوا داخلينها بجد دي كانت حلمكم وداخلينها، فاكيد لازم نصبر. واهم حاجه اهم حاجه في سنه اولى الصبر. الصبر على الدرجات، والصبر على يعني على كل حاجه بجد هتواجهوها من صعوبات في الاول. اهم حاجه الصبر، لان المشوار طويل. دول 7 سنين خدوا بالكم. يعني لسه اقول لكم برضو الحته دي، احنا عندنا الكليه 5 سنوات وسنتين امتياز. ال5 سنوات دول بيتقسموا 2.5 سنين اكاديمي و2.5 سنين كلينيكال. فدي نظام الكليه يعني عندنا. ف7 سنوات يعني احنا محتاجين نصبر كلنا عشان نعدي المشوار كده على خير.
ويعني زي ما الجوهري كان بيقول كده: صبرا يا نفسي معنا الله. فعلا بجد يعني مشوار طبي بدأنا خطاه. يعني طبعا هو يعني ايا كان الصعوبة اللي بنواجهها، بس ده كان حلم، عشان كده احنا لازم نكمل ونسعى فيه لحد ما ربنا يكرمنا بإذن الله ونبقى دكاترة قد الدنيا. أما عن دكاترة الكلية فصراحة احنا عندنا دكاترة شاطرين جدا جدا، وكمان يعني في كل المواد بصراحة، وشرحهم يعني عالي عالي قوي. واصلا احنا الكليه بتاعتنا تابعه للقصر العيني، فهنلاقي ان منهجنا شبههم بنسبه كبيره جدا. واصلا في كمان حاجات احنا بنسمعها لدكاتره القصر العيني، يعني احنا في ناس بنسمعها في الداتا من دكاتره القصر العيني. فدي حاجه كويسه جدا. وعندنا كمان الداتا، عندنا دكاتره في الكليه بيشرحوا لنا برضو اونلاين وهكذا، فدي حاجه جميله جدا. والفيديوهات متوفره وكل حاجه متوفره، وكمان في كتب. اهتموا بشراء الكتب، اهتموا بالحضور. احنا عندنا المحاضرات ما بيكونش في غياب عليها، السكاشن بيكون في غياب. السكاشن يعني بتختلف من مديول للتاني. مديول مثلا عندنا بننزل يومين سكاشن، مديول تاني بيكون 3 ايام، وهكذا. يعني مش حاجة ثابتة. بالنسبة للغياب طبعا لو تعديت ربع النسبة فانت كده هتتحرم من الفاينل. وبالنسبة للمحاضرات العادية في الكلية هي مش عليها غياب، لكن أحيانا بيكون في محاضرات مهمة قوي في الكلية لازم نحضرها، وأحيانا بياخدوا عليها غياب. أنا بقى عن الحضور أحضر ولا أذاكر في الداتا أحسن، عشان بس كتير قوي بيسألوني. والله هي بتختلف من شخص للتاني. يعني أنا مثلا كنت في الأول الأسبوع الأولاني حضرت في الكلية فما كنتش بفهم حاجة، لأن مش عشان الدكاترة، عشان أنا أكيد كنت لسه مش فاهمة حاجة. يعني لسه في الأول بقى ومش فاهمة حاجة، وكلام كتير بالإنجليزي كده، فأنا الوضع كان صعب بالنسبه لي جدا فاتعقدت. تمام. من بعدها كانت غلطه عملتها ان انا ما حضرتش من بعدها، وده كان غلط. المفروض كنت انزل اجرب واشوف، يمكن افهم تاني. والدليل ان انا اشمعنى لما بسمع بقى في الريكوردات مثلا دكاتره الكليه كنت بفهم منهم عادي، لان انا ببقى قاعده في البيت وبقعد اكرر ومش عارفه ايه. بس فعلا هو اول كام شهر دول، اول شهر كان صعب بالنسبه لي قوي بصراحه، وانا كنت من الناس اللي اتاقلمت ببطء يعني. فانا قررت بقى بعد ما فهمت خلاص النظام في سنه اولى وكذا، قررت في سنه تانية باذن الله ان انا هنزل. انا وكم واحده زميلتي كده قررنا ان احنا ننزل ان شاء الله في سنه تانية ونجرب شرح الكليه، عشان الدكاتره فعلا كويسين وشرحهم كويس جدا. وبس كده. بعد ما خلصنا بقى، قبل بس ما ننهي الكلام، عايزه اقول كام كلمه كده تحطوها في دماغكم. هي الكليه جميله، بس محتاجه حد بيحب الكليه، او يعني يتقبل كل صعوبات هتقابله في الأول، كل حاجة يصبر عليها. زي ما قلت أكد مليون مرة، الصبر والاستمرارية أهم حاجة في الكلية دي. مشكلة الكلية أو أكتر صعوبة هتواجهها إن الكميات كبيرة على الوقت، فبالتالي أنت في الأول هتلاقي نفسك بتراكم مثلا كتير، لأن أنت مش متعود على المذاكرة ولا عارف طريقة المذاكرة ولا كده. بس صدقني مع الوقت الموضوع ده هيقل، هتلاقي التراكمات بتقل واحدة واحدة. وصبر صبر على طريقة المذاكرة. يعني انت مش شرط انك تتوصل لطريقة المذاكرة من اول مرة ولا من تاني مرة. حرفيا انا في مواد ما عرفتش ازاي اذاكرها غير في اخر السنة. فسنة اولى دي تعتبر انا شايفاها للتجربة، او يعني الواحد هيجرب فيها حاجات كتيرة جدا، وممكن في آخر السنة توصل بقى للطريقة الصح. يعني مش شرط ان انت توصل لها في الأول. وطبعا مهم جدا تسألوا الأكبر منكم عن طرق المذاكرة، واسمع مين وما اسمعش مين، لأن دي حاجة أساسية في الكلية. يعني أنا كنت بسأل صراحة أصلا الناس الأكبر مني عشان أستفيد منهم. فانتم ما تيأسوش، جددوا عزيمتكم كده ونيتكم ان خلاص بدأنا مشوار جديد، حياة جامعية جديدة بإذن الله تكون مليانة يعني خير ليكم كده وتفاؤل. واهم حاجة التفاؤل. غلطت في الامتحان ده مش مشكلة، ان شاء الله الامتحان الجاي احسن. مثلا ذاكرت كم مرة وحاسس اني ناسي، عادي هذاكر تاني وهكذا. وتكونوا عارفين ان انتوا خلاص دخلتوا كلية احلامكم اللي كنتوا بتعافروا عشانها، صح ولا لا؟ فخلاص ترضوا بالكلية كده وبالمكان ربنا كاتبه ليكم، عشان لو انت مغترب يعني او كده. طبعا صعوبات الناس يعني الناس المغتربة طبعا هيقابلها صعوبات اكتر من الناس اللي هي من بني سويف نفسها، يعني بقى من حيث بقى السكن والاصحاب ومش عارفه ايه. فالموضوع اكيد هيبقى اصعب بالنسبه لكم. بس لو عايزين اي حاجه كلموني، وان شاء الله هحاول ان انا افيدكم في فيديو تاني كده، نصايح ليكم وكده. باذن الله اكون معاكم برضو في جروب الدفعه عشان اساعدكم باللي اقدر عليه. وبس كده. اتمنى تشيروا بقى الفيديو لكل زمايلكم تعرفوهم في اولى بشري، ولو استفدتوا اكتبوا لي في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.